حياكم الله اخواني المتابعين، واسال الله عز وجل ان يرزقكم بالزوجه الصالحه، وان يرزقكم ربي الحياه السعيده والذريه الصالحه. اخواني الكرام، كثير ما اسال عن كيفيه الزواج من المغرب، بحكم انني انا متزوج من سيده مغربيه بقرابه ال10 سنين، فكثير ما اسال عن هذا الامر. فلذلك انا في مكتبي في صباح السالم اقدم لكم الاستشارات والتوجيهات، واجاوبكم عن جميع استفساراتكم حول هذا الأمر، وهو إخراج إذن الزواج من وزارة العدل، ما هي الأوراق المطلوبة، كذلك يعني الزواج والارتباط، وكذلك آلية البحث كيف تكون، كيف طبيعة الشعب المغربي في الزواج، ما هي عاداتهم وتقاليدهم. كل هذه المسائل راح أقدم لكم فيها الإرشادات والاستشارات. كذلك ما هي الأوراق المطلوبة داخل المملكة المغربية لإتمام الزواج المختلط، كذلك كيفية دخول الزوجة إلى أرض الوطن. كل هذه التساؤلات التي كثير ما أسأل عنها، إن شاء الله أنا هنا سوف أجاوب عنها، وأزيدكم باستشاراتي وإرشاداتي اللي راح تنفعكم إن شاء الله. فنفرح بشوفتكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقكم بالزوجة الصالحة والحياة السعيدة والذرية الصالحة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.